اغلى هديه جات لي في عيد ميلادي دي ابني اللي جابها لي، وراح ولف ونقاها، وكمان جاب لي كارت وكتب لي عليه بقى ايه. كتب لي عليه، انا لما شفت الحاجه دي هي اللي بتقطع البيتزا، لما شفتها عجبتني قوي وحسيت ان انتي هتتبسطي بيها فانا جبتها لك، وعلى فكره انا دفعت نص فلوسي عشان اشتريها لك. اللي هو بجد غاليه قوي، غاليه عليه يعني، هي بالنسبه له غاليه لان هو معاه كام يعني في الاخر. فاتبسطت قوي بيه واتبسطت بالكارت، وحسيت اللي هو قال لي يا مامي انتي دايما عشان لما بتدي حد حاجه بكتب عليها. بحاول ان انا افهمه دايما ان الهديه بتبقى بطريقه تقديمها. فلقيته هو بيعمل ده كمان معايا. ففعلا الطريقه اللي هتعاملوا بيها ولادكم، الطريقه اللي هتكلموا بيها ولادكم، الطريقه اللي انتوا هتزرعوها فيهم، هو مش بس في الناس، هو كمان في اول حاجه بنزرعها في ولادنا هنحصدها. هو شاكوش وكل حاجه